فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا أيضا السائل يا شيخنا يسأل أنه إمام في مسجد من قبل الأوقاف، فهو يقول أحيانا يوكل غيره بأن يقوم بإمامة المسجد مكانه ويعطيه أجرا. نعم. وهو يقول بأنه يعني حسن القراءة ليس فيه شيء، فهل هذا يجزئه؟ أنقل فتوى اللجنة الدائمة لهيئة الإفتاء بالمملكة العربية السعودية، وهم كبار أهل العلم، أفتوا بالتحريم في ذلك والمنع، وسئلوا بنفس هذا السؤال، أن هناك إمام، هذا الإمام قد أوكل في إمامة المسجد وأناب رجلا آخر ويعطيه راتبا وأجرا من الراتب الذي يأخذه من الدولة، ولعل الذي استنابه الإمام الجديد هو أندى منه صوتا وأدق منه في الحرص على الإمامة وفي الأوقات وهكذا. أفتى العلماء بالمنع والتحريم. لماذا؟ لأن الدولة لم تتفق معك على أن تنيب رجلا، وإنما اتفقوا معك أنت أن تقوم بالصلاة، وهم ينظرون كذلك ليس إلى القراءة فقط، بل قد ينظرون كذلك إلى فقه الإنسان وعلم الإنسان. وأنت تعلم وكثير من الناس يعلم أن الإمامة ليست فقط هي الحفظ، وليست هي فقط قراءة القرآن. نعم، أولى أمور الإمامة وأعلاها وأعظمها يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكن لابد أن يكون الإمام كذلك عالما بالسنة على قدر ووعي بالفقه، على قدر من الحكمة. تقع هناك من المسائل والخلافات بين المصلين تحتاج إلى إمام حكيم عاقل فقيه يستطيع إن وقع شيء في صلاته أن يجزم فيه وأن يفتي الناس فيه. ولذلك هذا من الإهمال، وهذا كذلك من خلاف العقود وعدم الوفاء بالمعقود عليه بين الإنسان وبين المؤسسة التي أسندت إليه هذا العمل. ولذلك أرى كذلك عدم الجواز في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير.